تأتي المقاربة الدينية في المرتبة الثانية بعد المقاربة الميثولوجية من حيث كونها الأكثر تأثيرا لعصور طويلة في تاريخ البشرية. يمكن الابتداء به مع التاريخ المدون أو قبيله أو بعيده. ما يتوجب استيعابه هو أسباب كل هذه الحاجة للقوالب الدينية. جلي تماما أن هذه المقاربة أسلوب بحد ذاته، فالقاعدة الأساسية في المقاربة الدينية هي الحراك بموجب الكلام المعزى إلى الآلهة التي تعد فوق الطبيعة والمجتمع بصفتها غاية الحياة وسبيل الوصول إلى الحقيقة. وانحراف المرء أو حيده عن هذا الكلام يعني تحمله كل أنواع الأشغال الشاقة وعيشه شتى ضروب العبودية وهو على قيد الحياة، بينما يكون مصيره بعد الممات جهنم وبئس المصير. إننا على عتبة عهد إنشاء الآلهة المقنعة، ويمكن التحديث والتلمس بكل سهولة أن هذا الإله ليس في الحقيقة سوى ذاك الزعيم أو المستبد الجبار الذي يصدر الأوامر بحق المجتمع ويطبق الاستغلال. والتقنع المفرط مرتبط عن كثب بتشويش إدراك الإنسان ومخاتلة فهمه. وبالأصل فتسمية الطغاة المستبدين لأنفسهم في بدايات ظهورهم بالملك الإله تعبر عن هذا الأمر كفاية. وما نصادفه عقب ذلك كواقع تاريخي سائد هو قوننة أقوالهم وإبرازها على أنها الحقيقة المطلقة. وكلما تجذر القمع والاستغلال كلما استحال الأسلوب الديني الدوغمائي مسارا رئيسيا منقوشا في ذهن الإنسان، أو بالأحرى تم إنشاؤه كواقع اجتماعي. بهذا الأسلوب أمن خنوع الإنسانية لنير عبودية طويلة الأمد لتتخبط تحت وطأة حكم المستبدين الطغاة المتقمصين قناع الرب، والذين حولوا الحياة إلى قحط شحيح يكتم الأنفاس. إن أهم جانب في الأسلوب الديني بصفته طريقة للتعود الذهني يتأتى من تجذيره لمفهوم القدرية ومن شرعنته للخضوع العبودي البارز لدى الحشود البشرية حصيلة التقاليد الصارمة على مر آلاف السنين. فقد غدا الاستغلال الكارثي ونشوب الحروب المهولة أمرا ممكنا بفضل هذا الأسلوب، أي العيش بموجب الكلام المقدس وأمر الرب. لا ريب أن هذا الأسلوب سهل الأمور كثيرا على الممسكين بدفة الحكم، حيث تأسس ديالكتيك الراعي القطيع، وأبرزت العبودية على أنها مرحلة ضرورية لا بد منها في سياق تطور المجتمعات، بل وتعدى الأمر ذلك ليصل درجة يكاد يجمد فيها الواقع الطبيعي اعتمادا على مفهوم المجتمع الثابت الذي لا يتغير. فمن جانب ثمة مفهوم المجتمع والطبيعة اللذين صيرا خاملين للغاية، ومن جانب آخر ثمة مفهوم الإله المتفوق والمتعالي على كل شيء، الفعال للغاية، خالق كل شيء، الآمر الناهي والحاكم المتحكم بكل شيء. وقد تحول ذلك إلى معادلة جدلية حتمية مطلقة لن نكون مبالغين كثيرا لو قلنا أنه تم حكم الإنسانية والتحكم بها من خلال هذا الأسلوب أو المفهوم طيلة العصور الأولى والوسطى.